قصة الفيلم بتبدأ مع ولد بيكون قاعد مع أخته في البلكونة، وفجأة بيسأل أخته ويقول لها هي ماما صاحية ولا نايمة، فهي بتقوله لا هي نايمة. فبيروح واخد مفاتيح العربية اللي بيكونوا راكنينها في جنب، وبعد كده بيبدأ يركب العربية ويسوقها، بس هو بيكون لسه متعلمش السواقة كويس، فبيدنه يخبط في الشارع. والأم لما بتسمع صوت العربية بتفضل تزعق عليهم وبتقوله ان هو يتوقف، ولما بتسأل أخته بتقولها ان هي اتحايلت عليه ان هو ما ياخدش العربية ويركبها. لكن الأم بتتعصب عليهم وبتضربهم هما الاتنين، وبتتصل على بنتها الكبيرة علشان تلاقي مشتري للسيارة وتبيع السيارة علشان تتخلص منها. وفعلا بيروح لها المشتري وبيكون صاحبهم، ولما كان بيفحص السيارة بيجي بعد كده إيريك اللي بيتضايق لما بيشوفهم عايزين يبيعوها. فزجيف بيقول له أمك هي اللي طلبت مني إني أبيع السيارة، فهو بيتعصب وبيدخل في خناقة كبيرة معاهم، وبيقول لها إن هي مش من حقها تبيع السيارة لأنها ملك العائلة. وبعدها بيحصل خناقة وعركة كبيرة ما بينهم، والجيران بيسمعوا صراخهم. وفي حالة عصبية بيطلع إيريك من البيت وبيروح لبيت صديقه علشان يفضل يقعد معاه. وفي اليوم التاني صديقه بيحاول يقعده لكن هو مش بيقبل يقعد، وأمه بصوت خفيف بتقوله إن هما ما عندهمش الإمكانية يعني إن هما يقعدوه في البيت. فهو بيقول لها إن تديله بعض الوقت لأنه متخانق مع أهله خناقة كبيرة. وأهل إيريك بيكونوا حالتهم المادية شبه فقيرة بسبب الديون والفاتورات اللي عليهم، ولما كمان أبوهم مات وتوفى الوضع صار أسوأ من قبل. لكن إيريك ما بيفهمش الشيء ده لأنه ولد لسه صغير، وبيفضل قاعد في بيت صديقه لعدة أيام عبال ما يرجع للبيت بتاعهم. وبيواجه أمه، لكن بينما هي أمه بتكون خايفة عليه وقلقانة، لكن هو بيكون مقضيها بقى تدخين مع صديقه. وفي اليوم التاني بتكون أم صديقه عمالة تنظف في البيت، وإيريك بقى بيفضل يبص عليها من بعيد بنظرة غريبة كده، وبيروح لها المطبخ ويفضل يعمل كده حاجات مش كويسة. لكن هي بقى من الصدمة بتضربه وبتدفعه بعيد علشان كل حاجة بالنسبة لها كانت سريعة. وهو بيروح بقى البحيرة ويظل قاعد هناك فترة كده، وبيبقى قاعد يفكر هل يرجع البيت ولا يفضل بالشارع زي ما هو. لكن أخته الكبيرة فيري بتطلب من أمها إن هما يروحوا يتعشوا كعيلة برا، لكن الأم ترفض وتقول لها إن ما ينفعش نطلع برا نتعشى وأخوكي لسه مجاش من برا. والحقيقة برضو إن الأم كانت متضايقة ومش عايزة تخرج تتعشى إلا ومعاهم إيريك، فبيقعدوا يتعشوا في البيت. وبالليل بيقرر إيريك إن هو يرجع للبيت، فأمه لما بيرجع بتفضل تهينه وتزعقله وتقوله اطلع برا، لكن هو طبعا ما بيأثرش بأي كلمة أمه بتقولها وبيروح لغرفته. وفي اليوم التاني بيروح إيريك لأخته وبيطلب منها فلوس، فهي بتقوله إن هي ما معهاش أي فلوس وروح اطلب من أمك، لكن هو ما بيهتمش بكلامها وبياخد نفس الفلوس من شنطة أخته. وبيروح بعدها لبيت صديقه، وأم صديقه سيزو هي اللي بتفتح له الباب وبتقول لها إن ابنها مش موجود، وعلشان كده لازم يمشي عشان ما ينفعش يدخل البيت يعني ما فيهوش راجل وكده. فهو بيقول لها إن هو نسي كتاب جوه وهيدخل علشان يجيبه. وبعد كده لما إيريك بيدخل جوه بيروح عليها ويحضنها ويبتدي بقى يشتمها بطريقة رومانسية، وهي بتضعف قدامه وبيحصل بقى بدون الدخول في تفاصيل يعني. وبعد كده جوزيف بيروح لبيت إيريك وبيكون هو صديق مقرب لفيري وأهلها، لكن في اللحظة دي بيبتدي يتغزل بيها، لكن ما هي بقى بتتصدم وتبتدي تسأله عن السبب اللي بيخليه يعمل كده. وبيفضل بقى يحكي معاهم فترة وبعدها بيمشي ويسيب البيت. وإيريك بقى بيكون داخل بعلاقة مع صديقة سوزي، ولما بيشوف صديقة بيري بيرجع البيت وبيغادر الشقة من دون سبب. وفي البيت ببيتا بتقعد تحضر الأكل وبتسأله هو بخير ولا لأ، لكن إيريك بيقولها إن هو بيعاني من قلة الفلوس وما يعرفش يعني يدبر حاله أو يدبر حياته. وهو بيتكلم معاها كده كان بيفضل يحكي لها عن المعاناة، فراح معيط، فبيبيتا بتقوم تحضنه وبتخفف عنه. بينما جوزيف بقى كان بيطلب من فيري إن هي تطلع معاه ويروحوا للسوبر ماركت علشان يشتروا شوية حاجات وأكل، لأنه مش بيكون عارف يقضي معاها الوقت إزاي، ومش عارف هيكون تفكيرها إيه علشان يعني هو أكبر منها ب10 سنين، لكن هي بتكون وحيدة في حياتها. وفجأة جوزيف بيتقدم للزواج ليها وهي بتنصدم وبتحكي لأمها عن اللي حصل، وبتقول لها إن جوزيف طالب إيديها للجواز وإن هي موافقة. لكن أمها بتقول لها إن جوزيف ده مش يناسبك لأنه ولد مش كويس، فهي بترد عليها باستغراب وتقول لها أنت كل مرة بتحكي عليه بطريقة كويسة، اشمعنى المرة دي يعني اتغيرتي؟ ففيري بتقول لها إن هي هتتجوزه لأنه يعتبر شخص طيب وهتتجوزوا بعد شهر. لكن الأم بتقولها ما تتسرعيش، انتي لسه صغيرة، انتي عمرك كام؟ فهي بتقولها أنا 32 ولازم اتجوز من زمان. ومن ناحية تانية بيروح إيريك لبيت بيري علشان يحتفل بعيد ميلادها
لكن بتقابله أمه اللي هي سوزي وبتسأله هو ليه ما بيجيش البيت زي زمان، فهو بيقولها إن هو ملتهي بالدراسة، لكن هي بتبقى حاسة إن هو بيكذب عليها، وفعلا هو بيتهرب منها لأن هي امرأة بالأربعين وهو لسه شاب صغير يعني، فعلى أي أساس هيحتاجها. وبعدين بيعرف من أخته إن هي هتتجوز بعد شهر فبيتعصب، وطبعا بيتعصب من الشي ده علشان محدش في العيلة بيشتغل وبيجيب فلوس غير أخته فيري، وهي لو اتجوزت كده الحمل هيبقى تقيل عليه. ففيري بتقوله إن هو لازم يكون قوي وصاحب مسؤولية، وأمها بقى بترد عليها وتقولها إن هو لسه صغير ووراه دراسة، فهي بقى اللي هتشتغل علشان تجيب فلوس للبيت. فساعتها هو بيحس بالإهانة وبيطلع من البيت وبيروح بعدها لبيت صديقه علشان يقضي عنده الوقت وأمه ساعتها بتشوفه وبيشوفوا هناك أبو صديقه بالبيت، وسوزي بتقوم تأشرله إن هو لازم يغادر من البيت. ولما الزوج بيسأله عن سبب وجوده في البيت فهو بيقوله إن هو جه علشان يقابل بيري، لكن سوزي بتقوله إن بيري مش موجودة في البيت. وبتمر الأيام وبتقابل فيري جوزيف بعد ما تقدم ليها، وبيتقدم ليها علشان يبوسها، لكن هي ما بيعجبهاش هذا التصرف وبتغادر وبتسيبه لوحده لأنها بتكون مش عايزة يتجوزه. ولما بتروح البيت بتفضل تبكي بالحمام لأنها اكتشفت إن هي مش عايزاه، لكن لأنه عمرها 32 سنة فمبقاش عندها أي حل تاني، لأنها ما بتكونش لقت شريك حياتها المناسب بسبب الشغل ومسؤولية أمها وأخوانها، وجوزيف هو الوحيد اللي دخل حياتها وعلشان كده قبلت إنها تتجوزه. وفي أحد الأيام إيريك بيشوف أبوه في السيارة فبيفضل يصرخ عليه وبيفضل يجري ورا السيارة، لكن هو ما بيهتمش وبيغادر وبيمشي. لكن فجأة بيقع قدام السيارة وبيكون دي الفرصة الوحيدة علشان يتكلم مع أبوه. وبعد فترة قصيرة الأم بتمرض وفيري بتطلب من جوزيف إن هو يأجل الخطوبة، لكن هو بيقول لها إن عائلته كلهم في الطريق ومش هيقدر يقول لهم يرجعوا تاني، فهي بتروح تقول لأمها إن هي مش هتقدر تأجل الخطوبة. فالأم بتطلب منها إن هي تقول للجيران علشان يكونوا في بداية الحفلة لأن ده أهم يوم بالنسبة لها، لكن هي بتاخد أمها للبيت وبتخليها تنام وبتضحك عليها، وده علشان الأم كانت رافضة إن بنتها تتجوز من شخص أكبر منها ب10 سنين. لكن فيري بتتضايق جدا من كلامها وبتقولها إن مصلحتها في الجواز ده، والحقيقة بقى إن الأم مش منزعجة من زواج بنتها، هي بس منزعجة علشان الفلوس ما بقتش هتجيبها تاني، لأن هي هتضطر إن هي تنزل وتشتغل وعشان تعيش أولادها الاتنين إيريك وأخته الصغيرة، وعلشان هي كمان مش لاقية شغل لحد دلوقتي. فبسبب كده بتروح تقول لجوزيف إن بنتها بتشتغل كتير جدا ومش هتستطيع إن هي تعيش معاه كويس علشان شغلها بيبدأ الصبح وبينتهي آخر الليل، وهو مش هيناسبه حاجة زي كده. فهو جوزيف بيفهم من كلامها بقى إن هي عايزة تخرب زواجهم، فبيقولها إن هي مش تقلق لأن هما متفقين على الموضوع ده. لكن فيري بترجع للبيت وبتشوف إيريك قاعد لوحده وعمال يشرب في غرفته، فبتتعصب وبتضربه وبتفضل تصرخ عليه علشان إنه لازم يكون مسؤول ويهتم بالعيلة، لأنه أمها مش هيكون عندها شخص غيره وهتعتمد عليه، وعلشان كده لازم يبطل إن هو يشرب ويفوق ويبتعد عن كل الأشياء دي. وبعد مرور أيام بيجي يوم الزفاف والكل بيكون سعيد ما عدا الأم اللي بتفضل تبكي في المطبخ علشان بيكون مش عندها حد هيشتغل، وبسبب كمان الحالة المرضية اللي هي فيها الشغل هيكون بالنسبة لها صعب. بس بتبدأ فيري تشوف الحزن في عيون أمها فبتقرر إن هي تنزل تشتغل، وبتقرر كمان إن هي تسيب زوجها في الزفاف، وبيخلص الفيلم على كده.